أخيرا وصلنا كهف الجارة. حبيب قلبي، تعالى يا محمد، تعالى معايا. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. احنا فين هنا؟ احنا دلوقتي في كهف جارة. نقلب الكاميرا عشان الناس تشوف. كهف جارة، طبعا كهف جارة على بعد 200 كيلو تقريبا من فرافرة. طبعا لو احنا بنبص على الحجار اللي محطوطة فوق، دي المساحة اللي هي تحت كهف جارة عشان ما حدش يطلع الكهف. فالكهف يعني الحجارة دي تحتها ده حجم الكهف. ده حجم الكهف. حلو قوي 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 قوي. دي المساحة بتاعت ده المدخل. طبعا هتبقى ماشي مش هتشوف اي حاجه فوق سطح الارض لحد ما تشوف فتحه صغيره هي فوق سطح الارض. دي المدخل بتاع الكهف. ده له اهميه تاريخيه واهميه جيولوجيه. الاهميه التاريخيه ان الكهف ده بقاله حوالي 60 مليون سنه وفيه نقوش من الانسان الحجري. يعني في حوالي 113 رسمه للانسان الحجري، اغلبهم في مدخل الكهف. طبعا محدش يعرف كثير الرسومات موجوده هنا، رسومات للغزال ورسومات ما شاء الله، ايه الجمال ده. في الحجر ده عليه رسومات، بس طبعا ممكن الكاميرا ما تظهرش الرسومات كويس عشان عليها عفره. في هنا رسومات للغزلان والحيوانات بعض القرون، بس العفرة. ايوه من جوه خش تعال كده. تعال هنا في رسومات واضحة شوية. بص في رسمة اهي. بص حيوانات، هي رسومات انسان حجري. في رسمة اهي ورسمة اهي. دي رسومات انسان حجري في حوالي 113 رسمة في الكهف. الحيوانات مختلفة. 113 حيوانات كانت عايشة بقى هنا في المنطقة. كانت عايشة. ده دليل على ان المنطقة دي اصلا كانت منطقة في وقت من الاوقات كانت منطقة بتأهل من يعني لان المنطقة دي من ملايين السنين كانت منطقة مطيرة. يعني الكهوف دي ما تتكونش غير في مناطق مطيرة. مطيرة. وعشان كهف زي ده يتكون محتاج له حوالي 60 مليون سنة. 60 مليون سنة عشان يتكون. بس تخيل. وعاش فيه الإنسان الحجري وساب الرسومات بتاعته. بص الألوان. بس صفوت السريع ده بوظ الكهف صح؟ مين صفوت السريع ده؟ اللي عمال كتب. اللي كتب بالنسبة لي للأسف طبعا عشان الكهف ما عليهوش رقابة، ما عليهوش أمن. طبعا الكهف بيتكون من دي اسمها صواعد وهوابط. الصواعد دي المليمتر من الصواعد من الهوابط دي عشان يتكون محتاج 10 سنوات مطيرة. المليمتر الواحد. الملي مش السنتي، الملي. ما شاء الله. عشان يتكون محتاج 10 سنوات مطيرة. عشان كده انت بص الحجم بتاع الهوابط عاملة قد ايه. ما شاء الله. اولع الشمعة هنا. طيب ايه؟ اولع الشمعة بقى. ولع يا باشا. تحفة. اي حاجة معاك عايز تولعها ولعها. ايه الجمال ده؟ لا حاجة وهم بصراحة. ايه الجمال ده؟ انا ما كنتش عارف ان هو لتحت. لا انت شفت مساحته من بره؟ اللي حوالي الطوب اللي بره. جميل قوي. طبعا الدنيا ضلمه خالص، فالتصوير هيبقى ايه الكواليتي بتاعته على قدها، بس يعني يبين الدنيا شويه. الكهف انا لما دخلت لقيته واقف على عمودين. ادي عمود من الارض لحد فوق، وادي العمود التاني ده بقى كله تحت مستوى الارض. الحيطان بتاعته كلها تحت الارض.
اللي ما جاش هنا لازم يجي بجد. It's one of a kind. حد كان بيسأل دلوقتي ازاي الكهف هنا مفهوش خفافيش. يعني انا بقول ان الخفافيش بتحتاج اماكن فاضية ما بيزورهاش حد، لكن طبعا الكهف هنا مأهول عليه رجل فمش هتلاقي فيه خفافيش، واظن ان هو مش هيبقى فيه حياة برية قوي علشان الكهف بيجي سياح بيجي عربيات، فطبيعي ان هو ما يبقاش فيه حيوانات برية. يعني الحتت اللي بيبقى عليها رجل بتطفش منها الحيوانات البرية. الكهف يا جماعة حجمه كبير، بيتعمل لما الناس بتيجي بيعملوا فوزي بيحطوا زي شمع كده، بس الشمع طبعا لازم يتحط بعيد عن الحجارة علشان ما يعملش هباب على الحجارة. يعني في حتت لما الشمع بيتحط فيها، يعني بص هنا اهو معينة نفس الأماكن اللي بتحط فيها الحجارة نفسها فيها اسود من الشمع، علشان الناس يعني ساعات بيحطوا حجارة شمع قريب، فطبعا ده بيبوظ الدنيا. استنى بيقولك خبط عليها هترن، خبط كده. ايه الحوار ده؟ بس دي بقى الصوت ده مختلف. طب ما تعزف لنا حاجة. جامد جامد جامد. طب هل مثلا دي في دي محتاجة تكون مفرغة تقريبا. طبعا جامدة جدا جدا حوار التخبيط ده. الهوابط دي بتتكون من تجمع المية العذبة فوق سطح الأرض. تبتدي المية تشوف أضعف نقطة تحت سطح الأرض تتسرب من الكراكس، تتسرب منها وتتخلخل وتبتدي تتسرب عن طريق الكربون اللي موجود في الجو والكالسيوم اللي موجود في طبقات التربة بيكون الطبقات دي اللي اسمها الكالسايت. انت قلت لي المليمتر بيقعد قد ايه عشان يكون؟ بياخد 10 سنين مطرية عشان تكون المليمتر من الهوابط. 10 سنين تقريبا زي الكورل. الاستجماتايت والسكالكتايت. ايوه معانا هنا خبير. الاستجماتايت ده اللي بيبقى من تحت والسكالكتايت ده اللي بيبقى من فوق. ده زي الاستجماتيزم. صاعد وهباء الهوابط اللي زي اللي في الارض هناك دي صاعد ودي هوابط. نفس الكلام برضو في الجليد، يعني في التلج بيحصل نفس الكلام ده، تلاقي التلج نازل نفس الكلام كده. فدي عباره عن كالسيوم وكربون اللي هو كالسايت. بتقولي بقى في الصيف يبقى هنا تكييف. في الصيف هنا بيبقى الجو بارد جدا، وزي ما انت شايف ان الارض كلها تراب ورمله نظيفه. ويبقى الجو بارد، مفيش حشرات. ولا مفيش حشرات طبعا عشان مفيش اي منطقه زراعيه حوالين كهف ومفيش اي ميه حوالين كهف، فمش بنلاقي ولا في خفافيش ولا في اي حشرات ولا في اي حاجه موجوده. لا مفيش، عشان كل حاجه دي بتتجمع حوالين المناطق اللي فيها ميه. وفي الشتاء ادينا في الشتاء لا في الشتاء الجو جميل. الجو جميل جدا، لابس نص كم. ايوه غير فوق تمام. كويس. صحيح رائع. كنت عايزك تحكي لي بقى ايه تاريخ الكهف هنا. تاريخ الكهف طبعا ده من ايام الانسان الحجري. الكهف ده عشان يتكون محتاج حوالي 60 مليون سنه. بعد كده عاش فيه الانسان الحجري، وطبعا ساب النقوش بتاعته موجوده، واحنا شفنا النقوش فوق في المدخل بتاع الكهف. بعد كده طبعا المنطقه دي عشان كانت منطقه مطيره كان عايش فيها الانسان. بعد ما المطره قلت في المنطقه دي الانسان هجر المنطقه دي، فضل الكهف ده مهجور فترة كبيرة لحد ما كان في رحلة سنة 1873 للعالم جيرهارد رولفز. كانت رحلة اكتشاف الصحراء، كانت رحلة من الصعيد من أسيوط لحد ليبيا. فهم في الطريق وهم ماشيين الدليل بتاعه جابوا الكهف هنا عشان يبيتوا. فهو سألوا الكهف ده المنطقة دي اسمها ايه؟ قال له المنطقة دي اسمها جارة. الجارة اللي هي الجبل الصغير أو التلة الصغيرة، حتى عندنا في أهل الواحة بيقولوا على الجار اللي هو الجبل الصغير، فعشان كده سموه كهف جارة. فضل الكهف ده مختفي في سنين طويلة لحد ما قامت بعثة من وزارة البيئة سنة 1999 بإعادة اكتشاف الكهف ونظفوا الرمل من على المدخل تاني. 1900 بقى 1999.
وكان في كتاب بالفعل على مدخل الكهف اللي جيرهارد رولفز مدون فيه الوقت اللي هو دخل فيه الكهف، على اساس اي حد دخل الكهف يدون اسمه على مدخل الكهف. والكهف ده كان طبعا بعيد، عشان حد يجيله كان محتاج رحلة مخصوص من الواحات البحرية لحد ما توصل هنا، محتاج حوالي 12 ساعة عشان يوصل. بس بعد ما اتعمل الطريق بتاع الفرافرة ديروت أصبح الكهف جنب الطريق، فأصبح سهل إن أي حد يزور أنت بتقول كان في حاجة كده مستخبية؟ لو بصينا هناك فيه مدخل هناك عامل زي الكهف الصغير. الصغير ده كان السنة اللي فاتت وكان معايا مجموعة وخشيت جوه المكان ده وبصيت جوه في الفتحات اللي جوه المنطقة اللي هناك. وجدت سكينة اللي هي أداة حجرية. أيوة أيام الإنسان الحجري. طبعا خدتها وسلمتها لإدارة محمية الصحراء البيضاء في الفرافرة، لسه موجود في المتحف يعني. أيوة. وأنت بتقول الناحية دي فيه إيه؟ الناحية دي من تحت حسب أقوال الجيولوجيين بتوع المحمية إن في كهف زي ده بالظبط في الناحية التانية. في لو بصينا من تحت هنلاقي في مدخل وفي فراغ موجود. الفراغ ده بيوديك على كهف برضو زي الكهف ده بالظبط، والفراغات اللي جوه. الكهف كان أغلبه مكتوب كده. ما شاء الله. ده حب محمد سيد. ماشي يا محمد، هجيبك يا محمد. بص اهو في رسومات. دي باينه قوي. ده زي ما يكون هو حاجه بدماغ طويله يعني. ايوه زي حاجه ليها زي جمل بس من غير سنم. اوف اهو بص. ايوه ده كذا مره. حيوانات مختلفة، لأن دايما الإنسان الحجري كان بيوثق الحيوانات اللي عايشة فيه. أيوة صح. صورة قصة بتلاقيها ورا بعض. صح. وده الكالسايت، الكالسيوم والكربون. وإيه اللي كسره كده؟ طبعا الناس كل اللي بيجي بيحاول ياخد ذكرى ليه وهو ماشي، فبص. أيوة والله. فبياخد يكسر. ما ينفعش خالص. الموضوع ده وحش أوي. تمام. ده كتير قوي ده. بص ده كل اللي هنا متكسر، كل اللي فوق متكسر اللي هنا. اوف كده تحس ان انت دخلت في مقبره الكهف. كل ياخد له اللي بيطوله يتكسر. لا واللي هيغيظك ان هو هتلاقيه هياخده هيرميه قبل ما يروح. اصلا ملوش قيمه اصلا. ملوش قيمه. الكهف ملوش قيمه. طيب يعني كهف عمره فوق 60 مليون سنة. والأخ صفوت السريع قرر إن هو يكتب الكهف باسمه. حاجة عجيبة يعني. يا عم صفوت اتقل ليها فينا يا عم صفوت. يا جماعة كهف فوق 60 مليون سنة، حضر الديناصورات على رأي الأخ، عاش فيه إنسان الكهف. في رسومات حجرية، في آثار الجيولوجية على مستوى العالم. حاجة وهم. بنكسره من جوه، بنكتب عليه، بنحط شمع في الحيطان فيهبب. لسه كان بيحكي لي دلوقتي الناس عايز تعمل بيبي يا حبيبي روح اعمل على جنب. لا لا يا جماعة، لا مش كده خالص على فكرة، مش كده خالص. يعني الكهف ده عايز اقول لكم ان هو انا شايفه لا يقل تميز عن حاجة زي مغارة جعيتا مثلا في لبنان. فيعني يا ريت لا يعني مش شايف ان هو لا يقل عن اي يعني استكشاف حصل في العام بتاعنا في ال100 سنة اللي فاتوا. احسن استكشاف بصراحة بالنسبة للجيولوجيا. بس صفوت السريع كتبوا باسمه، للأسف ما لحقناش نكتبه باسمنا يعني. ايوه للأسف. وفي تحت ناس يعني كاتبة حاجات غريبة جدا. فيا ريت يا جماعة، يا ريت اللي يجي ما ينفعش ابدا يكتب اي حاجة ولا يكسر اي حاجه نازله من فوق، عشان في حاجات كتيره جدا مكسوره. ودي بتبوظ يعني يا ريت يا محمد ما تقول يعني ما تعرفوش الناس الكهف التاني مكانه فين عشان بس ما يبصش. لا ما عرفني، اعرفوا لي انا بس عشان انا هخش اكتبه باسم انا. ماشي حاضر. سلام يا جماعه. لايك. ايه ده؟ فين اللايك؟ شير، سبسكرايب. لايك. ايوه شير، سبسكرايب.